تخيل معايا في عالم تاني موجود تحت رجلك بالظبط، بس مش على بعد كام سنتي، لكن على بعد آلاف الأمتار. في قاع المحيط، مكان الشمس عمرها ما ظهرته، النور هناك ممنوع، الضغط بيدمر أي كائن عادي، والبرد بيخلي الواحد يتجمد. هناك في الضلمة الأبدية دي بتعيش مخلوقات عمرها ملايين السنين. مخلوقات لو شفتها ممكن تفتكر إنك في كابوس. عيون بتنور، أفواه مفتوحة دايما، أسنان طالعة لبره، ومصابيح بتنور في الضلمة علشان تصطاد. دي مش خرافات، دي مخلوقات حقيقية. أهلا بيك في قاع المحيط، عالم الرعب الحقيقي. عموما بلاش نطول كتير، خلونا النهاردة نتكلم عن أخطر مخلوقات القاع. بس قبل ما نبتدي بقى ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وياريت تسيب لنا تعليق تقول لنا ايه رأيك في المحتوى اللي احنا بنقدمه. انا اسلام سايل، ودي قناة صندوق الدنيا. تخيل انك بتغوص في اعماق المحيط في ضلمة سودة مفيش فيها اي شعاع نور، وفجأة تظهر قدامك سمكة غريبة، جسمها مشوه، سنانها طالعة لبره، عيونها كبيرة وبتلمع. دي السمكة اسمها سمكة الشيطان، واحدة من اغرب الكائنات اللي عايشة في قاع المحيط. السمكة دي بتعيش في الأعماق اللي بيوصل عمقها لأكتر من 2000 متر تحت سطح البحر، في منطقة اسمها المنطقة القاتمة Midnight Zone. وده معناه إن هي اتطورت علشان تقدر تعيش في ظروف ضغط عالية وظلام دامس ومفيش أكل كتير، وعلشان كده طورت طريقة صيد عبقرية. فوق راسها في زايدة طويلة شوية شبه السنارة، في آخرها ضوء صغير بيلمع، يعني ضوء بيصدر من جسمها هي. النور ده بيشد الأسماك التانية الفضولية، وأول ما يقربوا عشان يشوفوا إيه النور دوت يلاقوا السمكة بلعتهم في لحظة واحدة. بس الغرابة مش بس في شكلها أو في طريقة الصيد بتاعتها، ده حتى في طريقة التكاثر. عند النوع ده بالذات من الأسماك في حاجة غريبة جدا، الإناث هم اللي بيبقوا كبار في الحجم، ممكن يوصل طولها ل 20 سنتي، لكن الذكر بيبقى حجمه صغير، سنتي أو 2 سنتي. ولما الذكر ده بيلاقي الأنثى بيمسك فيها بسنانه ويفضل متعلق بيها، ومع الوقت جسمه بيندمج معاها تماما وبيبقى جزء منها. هو بيفقد كل أعضائه تقريبا، ويبقى دوره الوحيد إنه يفضل يديها الحيوانات المنوية وقت ما هي تحتاج. السمكة دي مثال مرعب وجميل في نفس الوقت، بيوضح قد إيه الحياة في أعماق البحر مليانة أسرار وتطورات عجيبة، تطورات خلتها تتحول من كائن ضعيف لكائن مفترس. تخيل معايا كائن شفاف بدرجة إنك تقدر تشوف قلبه ومعدته وحتى أعصابه وهي شغالة. ده مش خيال، ده حيوان حقيقي اسمه الأخطبوط الزجاجي، بيعيش في أعماق المحيط الهادئ والأطلسي على عمق ممكن يوصل ل1000 متر تحت سطح البحر. اللي بيميز الكائن ده فعلا هو جسمه الشفاف اللي زي الإزاز، اللي بيساعده يختفي تماما وسط المية ويهرب من أي مفترس ممكن يقرب له. جسمه رشيق وإيده طويلة وعينه بس هما اللي واضحين، ودي كمان بتكون موجهة لفوق علشان تراقب إيه اللي بيحصل فيها بالظبط. الغريب بقى إن العلماء لحد دلوقتي مش عارفين معلومات كتير عنه، لأن صيده صعب جدا وبيظهر نادرا جدا، ومع كل مرة بيتصور فيها بيتفاجئ العلماء بتصرفات وسلوكيات عمرهم ما شافوها قبل كده. الأخطبوط الزجاجي دوت مثال مذهل على التنوع اللي في أعماق المحيط، كائن كأنه شبح بس موجود وبيعيش في عالم إحنا لسه بنحاول نفهمه. أول ما بتسمع كلمة قرش، أول حاجة بتيجي في بالك على طول إنه كائن سريع عدواني وبيقوم على سطح المية، بتكون الزعنفة واضحة قبل ما يهاجم. لكن القرش الشبح مختلف تماما عن كده، ده كائن غامض بيعيش في أعماق المحيطات على عمق ممكن يوصل لأكتر من 2000 متر بعيد عن أي ضوء. والاسم دوت مش مجرد تشبيه وخلاص، لأن جسمه أحيانا بيكون شفاف وبيتحرك بطريقة هادية جدا وانسيابية، كأنك بتتفرج على شبح بيطير في المية، وعنده عيون كبيرة بتلمع في الضلمة، ووشه شكله غريب تقريبا كده مزيج ما بين سمكة القرش وحيوان فضائي. الغريب إن القرش ده مش قريب خالص من القروش المعروفة، لأنه بينتمي لعائلة تانية قديمة جدا بترجع لأكتر من 400 مليون سنة، يعني أقدم من الديناصورات. وعنده ميزة تانية، أسنانه مش بتتبدل زي القروش العادية، دي أشبه بلوحات عظمية بتفضل تنمو معاه. وعلشان هو بيعيش في أعماق المحيط، العلماء نادرا ما بيشوفوه، وكل مرة بيظهر قدام الكاميرا بتكون لحظة نادرة مليانة دهشة وغموض. لما تسمع كلمة جمبري أكيد آخر حاجة هتيجي في بالك إنه يكون كائن مفترس، بس ده مش أي جمبري، ده واحد من أخطر وأغرب المخلوقات اللي بتعيش في قاع البحر. الجمبري دوت عنده سلاح فتاك، دراعين أشبه بالمطرقة
أو الرمح. بيستخدمهم عشان يضرب فرايسه بسرعة خارقة بتوصل ل 80 كيلو متر في الساعة. في أقل من جزء من 1000 من الثانية بيكون ضرب فريسته. الضربة دي بتطلع حرارة وضغط عالي جدا كأنه انفجار صغير تحت المية، وده كافي إنه يدمر صدف السلاحف أو يكسر إزاز أحواض السمك. لكن ده مش كل حاجة، عينه لوحدها معجزة. عينه بتقدر تشوف ألوان إحنا كبشر مستحيل نميزها، بما فيهم الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. كل عين بتشتغل بشكل مستقل وبتحلل العالم بشكل ثلاثي الأبعاد. تخيل كائن بيشوف العالم بطريقة إحنا حتى مش قادرين نتخيلها. الجمبري ده بيعيش في حجور تحت الرمل وبيخرج منها بسرعة البرق للهجوم أو الهروب، وعلى قد ما حجمه صغير حوالي من 10 ل 15 سنتي، لكن قوته وسرعته وعينيه العجيبة بتخليه واحد من أقوى المفترسين في عالم البحر. كائن شكله ملون وجميل، بس وراه قوة خارقة بتهدد أي حاجة تقرب منه. على قد ما هي واحدة من أكتر الكائنات البحرية غرابة وغموض، شكلها كمان بيخض. اسمها مسطح من الجنب وعريض من فوق، كأنه فعلا نازل من الحداد بيصنع فاس، وده سبب تسميتها. السمكة دي مش كبيرة، حجمها صغير ممكن يوصل ل 12 سنتي مثلا، لكن قوتها في تكيفها العجيب مع الضلمة. هي بتعيش في أعماق المحيط، وتحديدا في المنطقة اللي ما فيهاش شمس نهائي، يعني ظلام دامس وضغط عالي، لكن عندها قدرة مدهشة بتخليها تتأقلم. السمكة دي عندها ميزة نادرة جدا، جسمها بينور من تحت بسبب خلايا خاصة بتطلع نور، بس مش مجرد نور وخلاص، ده نظام تمويه عبقري. هي بتستخدمه علشان تدمج نفسها مع النور اللي جاي من فوق، فتختفي تماما عن أي مفترس بيبص بيها. عينيها ضخمة وموجهة لفوق علشان تقدر ترصد أي حركة في المية من فوقها، لأن الصيد في الأعماق لعبة فيها جزء كبير من التربص والصبر. سمكة الفأس بتفكرنا إن مش لازم تكون كبير ولا سريع علشان تبقى ناجح في البحر، أحيانا بيكون الذكاء والتكيف هو سر البقاء. اسمه لوحده يرعب أصلا. التعبان دوت كائن عجيب بيعيش في أعماق المحيط. العمق ممكن يوصل ل 3000 متر في منطقة ما فيهاش لا نور ولا أمان ولا رحمة. البق بتاعه ضخم جدا وقرن بجسمه، ممكن يفتح فمه لدرجة إن هو ممكن يبلع فريسة أكبر منه في الحجم هو نفسه، وكأن فمه ده منطاد بيتنفخ في لحظة. والأسنان طويلة وحادة كأنها مصممة للغرز مش بس للأكل. جسمه رفيع وطويل زي الحبل، بيوصل لأكتر من 1.5 متر، لكن رغم طوله ده مش بيستخدمه في السرعة، هو بيفضل يتربص الفريسة في الضلمة، ومع أقل حركة بينقض عليها فمه العملاق. واللي أغرب من كده إن بطنه مرنة جدا، تقدر تمتد عشان تستوعب فريسة كبيرة، لأن في الأعماق الوجبة ممكن ما تتكررش تاني في الأيام الجاية أو حتى في الأسابيع. والتعبان دوت في طرف الديل عنده زائدة بتطلع نور علشان تجذب الفريسة كأنه سلمارة. اسمها يخض، وده مش هزار. الكائن ده فعلا بيتغذى على جثث الموتى، واسمه العلمي أكلة العظام. وده نوع من الديدان البحرية اللي اكتشفها العلماء أول مرة سنة 2002 لما لاحظوا إن في ديدان غريبة بتخرج من عظم حوت ميت في قاع المحيط. الدودة دي ما عندهاش فم ولا معدة، بس بتاكل إزاي؟ عندها أنسجة خاصة اسمها جذور بتدخل جوه العظم وبتمتص الدهون والبروتينات اللي جواها، ومساعدة بكتيريا متخصصة عايشة جوه جسمها. يعني علاقة تعايش دقيقة جدا كأنهم فريق. والأغرب الذكور مش بتعيش حياتها بالشكل الطبيعي، لأنه بيكون صغير جدا أشبه بحيوان منوي، وبيعيش جوه جسم الأنثى كمجرد كيس حيوانات منوية. الأنثى ممكن يكون جواها عشرات الذكور، وكلهم هناك علشان وظيفة واحدة بس، وهي التكاثر. الدودة الزومبي دي مش بس كائن غريب، دي واحدة من أهم عمال النظافة في قاع المحيط، لأنها بتساعد على تحليل العظام وتنظيف بيئة البحر من بقايا الكائنات الضخمة. كائن بيعيش على الموت وبيخلق حياة جديدة من الجثث. تخيل معايا إنك بتعيش في مية درجة حرارتها تحت الصفر. أي كائن طبيعي هيتحول للتلج حرفياً، بس في كائن اسمه السمكة المجمدة، ودي واحدة من أغرب الكائنات، بتكسر كل قواعد الحياة المعروفة، وتعتبر واحدة من أغرب الكائنات اللي عايشة في القطب الجنوبي في المياه المتجمدة طول السنة. الغريب إن دمها شفاف تماماً، مفهوش الهيموجلوبين اللي هو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الجسم. طيب إزاي بتتنفس؟ ببساطة المياه اللي حواليها فيها نسبة أكسجين عالية جدا، يعني السمكة دي حرفيا من غير دم أحمر تطورت وقدرت تمتص الأكسجين مباشرة من خلال الجلد والخياشيم من غير ما تحتاج الهيموجلوبين أصلا. وجسمها كمان بينتج بروتينات، تعتبر البروتينات ديت مضادات للتجمد. السمكة دي مش مجرد كائن عجيب، دي درس في التكيف الحقيقي في بيئة مستحيل تقريبا تعيش فيها.
هي مش بس عايشة، دي ناجحة ومستمرة بقالها ملايين السنين. السمكة دي بتورينا إن الحياة ممكن تلاقي طريقها حتى وسط الجليد والموت والبرد. وفي الآخر كل الكائنات دي موجودة دلوقتي بتعيش في عوالم إحنا عمرنا ما زرناها. وافتكر دايما إنك لما تبص للمحيط بتبص لعالم تاني، وإن الكائنات ديت بتفكرنا بحاجة مهمة جدا، إن العالم مش بس اللي فوق المية ولا اللي بنشوفه بعيننا وبس، في عالم تاني كامل تحتنا، عالم مليان غموض مرعب وجميل وعبقري، ولسه نخبي أسرار أكتر بكتير من اللي إحنا نعرفه. وفي الآخر بقى ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وياريت تسيب لنا تعليق تقول لنا إيه رأيك في المحتوى اللي إحنا بنقدمه. واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.